أهلا بيكم في قناة خبر على الماشي. النهاردة معانا خبر قوي من النادي الأهلي بخصوص لاعب الفريق وسام أبو علي. النادي أعلن رسميا موافقته على انتقال أبو علي لنادي كولومبوس كرو اللي بيلعب في دوري أمريكا MLS، وده عقد طويل لحد 2027 مع اختيار لتجديده 2028. الصفقة دي كانت قوية. في تقارير بتقول إن قيمة العقد حوالي 7.5 مليون دولار. اللاعب ده محدش هينساه بسهولة. ليه؟ سجل هات-تريك كاملة في كأس العالم للأندية قدام بورتو، أول هات-تريك في تاريخ البطولة من لاعب فلسطيني مصر. متصدر هداف الدوري 2023 و24، وسجل مجموع من 38 هدف وعمل 10 أسيست خلال حوالي 60 مباراة مع الأهلي. ده انتقال كبير مش بس للأهلي، كمان لمصر كلها، وتحريك للسوق بيفتح فرص تانية. لكن السؤال، تفتكر النادي هيقدر يعوضه بسهولة؟ وهل الجمهور العربي هيشوفه يتقلق في أمريكا؟ اكتب لي رأيك، ولو عجبك الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعل الجرس